السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة محتاج الناس كلها تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأول حاجة أقدر أقول لكم فيها، بإذن الله أنا محدش ينساني. لو أول مرة بتتابعني ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب واللايك الحلو اللذيذ بتاعكم، لايكات والله اللي بتشجعني، وكلام الناس في التعليقات هي اللي بتشجعني. بجد بجد انتوا اخواتي ومن ظهري بجد والله، يعني انتوا اللي بتشجعوني ان انا اكمل واستمر في فيديوهاتي طبعا. فقبل اي شيء يلا بينا نبدأ حلقتنا. قصة جديدة من ارض الواقع، قصة بنت حبت شاب. قصة البنت دي حبت الشاب بجد بجد بجد. هي بعتالي امبارح على الواتس، ومن كل قلبها من كل قلبها ان هم يرجعوا لبعض تاني. تمام. قصة بنت بجد بجد قطعت قلبي بجد. يعني اقدر اتكلم في الموضوع ده كتير جدا لغاية ما اعرف احل المشكلة دي. البنت بتحكي وبتقول ان هي اتجوزت شاب هي مش حباه. اهلها طبعا انتوا عارفين سنة الحياة والكلام ده برضو. اهلها قعد يزنوا عليها ويعني جوزوها العريس ده بالعافية. بمعنى اصح ان هي ما كانتش حابة العريس ده، وكانت مستنية حبيبها الاولاني، او حبيبها بمعنى اصح حبيبها. هو كان فاضل له ان هو يخرج من الجيش ويجي يتقدم لها. هي حباه من قلبها بجد. هو انسان يتحب، انسان محترم. آه، ياما ياما الكلام الواقع طبعا بيغير مشاكل وبيغير ناس وبيغير اسلوب ناس كتير جدا، بس هو انسان بجد كويس. البنت بتحكي وبتقول هي حبيته بجد. هي حبيته. هو كان محسسها ان هي الملكة، هي اللي كل حاجة في حياته. كان قبل اي حاجة، يعني قبل عيد ميلادها بيوم كان بيحضر لها هدية لذيذة جدا. كل ما يفتكر حاجة هي بتحبها كان على طول يفتكر ويروح جايبها لها. كل خروجة ما بينهم، طبعا هو كانوا هما الاتنين في جامعة واحدة، متخرجين من جامعة واحدة. كان كل خروجة ما بينهم فسح ورحلات وحاجات زي كده. ما بيخلاش محتاجة حاجة. كان بيحبها بمعنى أصح، كان شايلها تاج فوق راسه. هي اللي بتحكي وبتقول الكلام ده. فانا محبتش ان انا اخلي الكلام مباشر ليكم، عشان هي رافضه الكلام ده. فبحكي انا الكلام ده بالنيابه عنها عشان ده كلام ما ينفعش ان احنا نقول فيه اكتر من كده. وهنحاول الفتره اللي جايه في طبعا كلام كتير هنتكلمه. حاولي تمسكي بيه، ماشي. وهو ان شاء الله هو لو حبك بجد هيستناكي مدى الحياة. وهي بتقولي انا طبعا حصل ما بينها ومشاكل هي وجوزها المتجوزاه ده، اللي هم اهلها فرضوه عليها. حصل مشاكل كتير وسابته وانفصلوا. بقالهم شهر منفصلين. هي طبعا مستنية شهور العدة طبعا وانتوا عارفين. وهو ان شاء الله هو ناوي يتقدم لها وحبيبها من قلبه. حتى قال لها مهما كان انت ليا وانا ليكي. انا ما اقدرش استغنى عنك. انت نص الاولاني والنص التاني هو انت. يعني انا مش هيبقى ليا زوجة تانية غيرك. انت من القلب ومفيش غيرك. انت كل حاجة بين ايديا. انت بمعنى اصح
اللي مفيش زيك اتنين، حبيتك زوجة وبنتي واختي وكل حاجة. ده كلامه اللي بيحكوا ويقولوا. بجد يعني العلاقة دي يا رب يا رب يا رب يا رب تتم على خير. انا شايف ان بمعنى الصح العلاقة دي لازم تتم، لازم بمعنى اصح ان هي تتم بأي شيء، لان اتنين يستحقوا بعض، يستحقوا العشرة، يستحقوا كل شيء ان هم يكملوا مع بعض مسيرة او قصتهم الحلوة دي. بجد دي قصة من القلب، دي القصة اللي تخلي الواحد مجروح، ان هو الواحد يعيط وهو بيحكي القصة دي. انا حاولت كتير ان انا احكي القصة دي، بس انا قلبي اللي بيتقطع، قلب انا اللي مش شايف له كلمة صح او كلمة بمعنى اصح حب. كلمة من 4 حروف، بس كلمة بجد صح. بجد اللي حط بند الحب ده يستاهل، يستاهل الدعم. ويا حبايبي بإذن الله في قصص تانية كتير هنبدأ نحكيها يعني زي دي، وفي قصص تانية برضو هنتكلم عنها. بس الناس أول حاجة تدعمني، والناس اللي عنده اقتراحات زي دي أو أي مشكلة بمعنى أصح يكلمني ويقولي. أنا رقمي ببقى سايبهولكم تحت في الديسكريبشن وفي أول تعليق، عشان الناس اللي عندها مشاكل زي كده تكلمني فورا. ما تستناش اي شيء، تكلمني وانا هحاول ان انا احلها على قد ما اقدر، سواء من الاهل سواء من الصحاب سواء من اي شيء. كلموني، ما تحدش يتردد. قصص الحب ما اجملها، ما اروع قصص الحب بجد. يعني انا شايف بند قصص الحب ده بند طويل جدا جدا جدا، وبند مفيش زيه طبعا. وان شاء الله ان شاء الله يعني الفيديوهات اللي جايه هنبقى نتكلم بقى على الابراج. كل واحد يقول لي برجه في التعليقات، واقول له البرج ده بيحب ايه وبيكره ايه، بيكره ايه بالظبط وبيعمل ايه بالظبط في بند الحب. بمعنى صح ان في برج الاسد. برج الاسد ده مع انه غلبان جدا جدا جدا، بس الانسانة اللي تخش حياته بيقفل عليها. بمعنى أصح إن هو بيحبها بجد. برج الأسد ده يعني غلبان جدا، مهما اتكسر مرة واتنين وتلاتة، طالما الإنسانة اللي دخلت حياته صح هيحبها بجد، هيحبها. إن برج الأسد أهم شيء في برج الأسد إن هو حبوب جدا 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 بجد. يعني أنا شايف برج الأسد من احتواء برج الأسد إن هو شخص يحب وبيتحب، بعيد عن الأبراج التانية. الأبراج التانية يعني فيها شوية مشاكل بسيطة، بس المشاكل البسيطة دي بنقدر نحلها عن أرض الواقع. والواقع دايما بيقول لنا بمعنى أصح بيقول لنا في حاجة معينة. لو أنا عايز أتكلم عن أي برج إن شاء الله تبعتولي في التعليقات، وإن شاء الله هنتكلم عن بقية الأبراج كلها، وهنوضح كل حاجة عن الأبراج. وشكرا لكم، وشكرا. واللي بيتابعني لأول مرة ما ينسانيش في اللايك والشير ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وحابب ان انا اقول لكم
قصص الحب. انتظروني لآخر يوم في